اسال عنك ابو عبد الله. صحتك. فهد البقعاوي. ونعم. ثابت من الزرع. ايش قصته؟ قصته جاء الذيب وهو يدور نياقه بالليل. ايه. وتطارح هو الذيب وذبح الذيب وخلص منه. سلام الله. هو هالزاعد هذا. كفو والله كفو. كفو. مناطق ممنوعه انه تدخلها السياره وكذا، انا راعي الحلال اللي لا يدخل دخلت مفسره البر وبالليل تابع مكانات اوديه. والله صدفت اللي ذيب وتقلبت انا وسلاح ما معي وصوبا عده مصاوب والله انجاني منه. وصلت الحدود العراقيه وسلامه. طال عمرك والله اكتب سلامات. وانت داخل حدود السوريه؟ انت داخل على حدود السوريه؟ ايه في سوريا. شابك شلون تشابكت انت وياي؟ ما اقدر ادخل بالتفاصيل. لا لازم نعرف. لان المعركه متى تدخل ما تقدر تفصلها. لكن المشكلة انه يوم اني تقضبت انا وعضل من ذراعي عطل يدي بنفس الوقت. وبعد فتره الحمد لله رجعت الامور مثل قبل لكن زين. وتخلصت منه بطلت تخلصت منه والساعه يمكن بالوحده بالليل اتجهت للحدود وكان مصوبي كثيره بنفس الليل. كانت الاوضاع ما يسمح انه السياره تمشي بالليل لكن عاد الرجال ما قصروا. فدخلت المستشفى. جيت انا شعار واجد من الشعراء الثانيين. من عرض المتصلين انا دائما اذكر الموضوع هذا. واحد اتصل علي قال لي لا تكلف من موضوع الذيب تروح عزكم الله الذيب وتسلف مثل بعضهم. قلت له لا والله طيب رجل قال فلان ذيب يفتخر الكلام ورد رجل قال فلان سلب يزعل من الكلام. فرديت عليه بكم بيت راح اذكره لكم على طلبكم الموضوع. ولو انا قلت لكم رافضه كثر ما اعيد الموضوع هذا. صار لي 14 سنه ما يمر يوم ما اسولف الموضوع. لانه ما قاعد يحصل لحد. موقف بطولي هذا. اي نعم. فانا وانت مسلمين اقول له ما هو غريب الطيب يا جاء من الطيب. ودرب الردى تمشيه ناس الردايه لولا الشجاعه انسان ما بين الذيب ولا انسان شمر. لغبوا بالطنايا ولا بان بن كلثوم والزير وكليب وحاتم تعداهم بجزر العطايا واكبر غريب ان الردى يجاب للطيب وانه يضيع الطيب ضبص الدعارس. عطيب المضاريب بساعة فيها تحير المنايا جاني بدار لا منادي ولا مجيب ما غير علام الامور الخفايا وطلبت ربي عالم السر والغيب وحسبت روحي من حساب الهدايا وشلن بنيبان وعكف المخاليب وكظن من اليمنى شنيع الحلايا ونوخت الرقاع غصبا ما يطيب بفيضة توحش ظلام الزوايا وفهمته ان الذيب ما ياكل الذيب وان الفرج ياتي صدوق النوايا ثم انتخيت وقلت جدع وذريب وفضخت عينينه وبكسرت عصايا حتى ولو كثر علي المصوي بطعونه بجسمي وجل بقايا وسلامك. صح لسانك صح لسانك. طيب طال عمرك تقدر تكشف على يدك نشوف ها؟ ايه هذه مصاويب وهذه الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. هذه صار 14 سنه هالمصوب هذه. الحمد لله على سلامتك.